السلام عليكم. وصفتنا النهارده من وصفات العيد هي البيتيفور. لسه مكملين مع بعض وصفات العيد زي ما اتفقنا. هنعمل النهارده البيتيفور بطريقه سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله تطلع معاكم زي ما بتتمنوا. دي صور للوصفات اللي احنا عملناها في القناه بتاعتنا، هتلاقوها موجوده كلها في القناه. تمام. وبتمنى تجربوها وترجعوا للقناه وتشوفوا اي فيديو انتوا حابينه لاي وصفه من دولت وتجربوها وتقولي رايكم فيها. يلا بينا نشوف كده معانا ايه النهارده الوصفه بتاعتنا. النهاردة أنا عندي أول حاجة معايا كيلو دقيق، كيلو كامل. تمام. عندي 700 جرام زبدة طرية، عليها 100 جرام سمنة بقري اللي هي البلدي، اللي هي السمنة البقري الصفراء. تمام، يبقى 700 جرام زبدة و100 جرام سمنة بلدي من اللي هي الصفراء. تمام، يبقى عندي مجمل المادة الدهنية 800 جرام. تمام كده. هحتاج 250 جرام سكر بودر، هحتاج 6 بيضات، هاخد عندي 3 بيضات كاملين و3 صفار. تمام كده. وعندي معلقة كبيرة فانيليا سايلة. خلاص، حابين تستخدموا الفانيليا اللي هي البودر مفيش اي مشكلة، بس الفانيليا السايلة بصراحة بتقضي على ريحة ايه الزفارة اللي في البيض. تمام. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول ونبتدي معانا في الوصفة. هبتدي بقى هنا انزل عندي الزبدة. تمام، هنزل كل اللي في الطبق طبعا على ان ايه عشان المقدار ما يختلفش معايا. خلاص كده. وهنزل عليها دول 700 جرام زبدة، هنزل عليها بكام زي ما قلنا دول 100 جرام سمنة بقري اللي هي الصفرة. بجد يا جماعة جميلة جدا، ولما بنعمل ميكس كده بين السمنة البلدي والزبدة بيخلي الحاجة تطلع معانا زي المحلات اللي بجد اللي بنجيبها جاهزة. يعني بتطلع معاكي بجد حكاية، بجد بجد زي المحلات واحلى كمان. تمام. فياريت مثلا لو في استطاعتكم ان احنا نعمل ميكس، خلاص مش موجودة خلاص عادي بنعمل بالزبدة عادي وبتطلع معانا برضو النتيجة هايلة. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اضرب الزبدة شوية هي والسمنة لحد القوام كده ما يبقى كريمي قبل ايه منزل بالسكر. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه كده معانا. واهم حاجة زي ما قلنا وبنقول في كل وصفة ان السكر بتاعنا يكون منخول. تمام، عشان ما يكونش فيه اي تكتلات. خلاص هنزل بقى دلوقتي بالسكر زي ما قلنا 250. لو حابة تزودي مثلا تخليهم 300 جرام لو انت بتحبي الحاجة مسكرة ممكن تخليها 300 جرام، بس هي 250 حلوة قوي لان احنا لسه هنزين في البيتيفور بالشوكولاته وكده، فمش عايزين ان احنا يبقى الحاجه مسكره زياده عن اللزوم. خلاص. هبتدي اقلب السكر كده الاول مع الزبده قبل ما اضرب عشان ايه ما يطرش في وشنا زي ما اتعودنا. هكمل بقى ضرب كده لحد القوام ما يبقى كريمي جدا ويتضاعف حجم الزبده والسكر مع بعض ويبقى هش جدا وفاتح وشبه الكريمه زي طبعا ما احنا متعودين. خلاص هضربه كويس قوي، وكل وقت كده يعني مرتين 3 هبتدي اوقف المضرب وهنزل الجناب وارجع اكمل ضرب. تمام، بالشكل ده كده. شايفين اللون كل مدى بيفتح معايا وبيبقى خفيف جدا ايه من كتر الضرب. هوقف زي ما قلنا ونبتدي بقى ايه ننزل الجناب بتاعتنا باي معلقه سباتيولا اي حاجه، ونبتدي ننزل الجوانب ونجيب من تحت لفوق كده عشان لو في اي حاجه مش مضروبه معانا كويس نضربها كويس. تمام كده بالشكل ده، يعني تعملي الحركه دي مرتين 3 عشان تتاكدي ان الحاجه اختلطت معاكي كلها. تمام كده. هبتدي بقى اكمل ضرب كده ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده ننزل اي حاجه طبعا زي ما قلنا برضو في المعلقه بتاعتنا عشان خاطر يبقى المقدار مظبوط معايا. خلاص هبتدي اكمل ضرب كده برضو لحد ما القوام يعني يبقى هش جدا معايا واحس ان هو خفيف معايا وانا بضرب ويزيد كثافته شويه معايا. تمام كده. عندي البيض بقى يا جماعه بدرجه حراره الغرفه، واهم حاجه يعني انزل بيضه بيضه، ما انزلش ال6 بيضات مره واحده. زي ما قلنا هيبقى عندي 3 بيضات كاملين و3 صفار بيض. طيب ده هيكون ايه البيتفور عندي؟ هيكون خشن، هيكون ناعم، هيكون ايه بقى؟ ده الوسط. تمام، يعني ده كده انا عندي البيتفور هيطلع ناعم بس مش اللي هو الدايب، يعني حلو هيبقى وسط وماسك نفسه، مش ان مثلا تمسكي البيتفورايه تلاقيها بتتكسر في ايديكي، لا ده الوسط. طيب انا لو عايزاه مثلا ناعم خالص، يعني مثلا احط البيتفورايه في بقي الاقيها بتدوب، اعمل ايه؟ هحط كله صفار، يعني بدل ما احط مثلا 3 و3 لا هحط 6 صفار بيض، بس مش هحط بيضة كاملة ولا اي حاجة، يعني بياض هشيله خالص. تمام، هيبقى عندي بس 6 صفار. تمام. طيب انا لو عايزة ان هو يعني زي البسكوت كده بيقرمش ويكون متماسك ما يكونش دايب، يبقى هحط 6 بيضات كاملين. خلاص كده. يبقى انا لو عايزاه ماسك نفسه وزي البسكوت ومقرمش فيه القرمشه يبقى هحط 6 بيضات كاملين. تمام. عايزاه وسط لا ناعم قوي ولا خشن قوي
يبقى هحط 3 بيضات كاملين و3 صفار بيض. عايزاه دايب خالص زي ما قلنا يبقى هحط ال6 صفار بيض بس. تمام كده خلاص، عشان يبقى احنا اتفقنا ان دي كلها حاجات يعني ايه بسيطه وما ننساهاش. خلاص طبعا انا نزلت بالفانيليا على البيض ماشي، وبكمل ضرب زي ما قلنا. اول ما الاقي البيضه اختفت بنزل بالبيضه اللي بعديها، وما بالغش يا جماعه في الضرب، يعني اول ما البيضه تختفي خلاص، يعني مش بفضل اضرب فتره طويله، بس يا دوب البيضه تختفي معايا. تمام، هنزل بقى باخر بيضه كده بالشكل ده. خلاص كده هديها ضربه بسيطه وهوقف بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله بجد القوام، عايزه اقول لكم انه خفيف جدا وما شاء الله، يعني بجد طالع معايا كريمي وجميل جدا. خلاص هبتدي بقى اجيب الدقيق بتاعي ويكون منخول زي ما اتعودنا. مش هنزل بالكيلو مره واحده، انا هنزل بيه يعني ايه على مرتين. هبتدي انزل بيه نصه كده الاول واخلطه، وبعد كده اول ما الاقي ان الدقيق اختفى هبتنزل بقيه الكميه. تمام كده. لو عندك مثلا مش عارفه يعني اول مره تجربي الطريقه، بلاش تنزلي مثلا بالكميه مره واحده، بتجربي شويه بشويه وتشوفي مثلا العجينه في ايديك هتبقى عامله ازاي. يعني عجينه البيتفور دي عجينه الكيس اللي بنستخدم فيها الكيس والقمع، مش الماكينه خالص. فانتي لازم طبعا تكون طريه عشان تقدر تنزل معاكي من الكيس الحلواني. خلاص، فانا بنزل بقى ايه بالدقيق واحده واحده لحد ما اشوف العجينه معايا هتبقى عامله ازاي. خلاص، لان دقيق من دقيق بيختلف يا جماعه. والبيتي فور زي ما احنا عارفين هو ما بتحطلوش بيكنج باودر خالص. تمام، انا نزلت بقى بقيت كيلو الدقيق زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي بس اخلطه لحد بس يا دوب ما يختلط وخلاص. مش هقلب كتير ولا هعجن كتير زي ما احنا متعودين، لان البسكوتات مش بتتعجن. خلاص انا هقسم بقى دلوقتي عندي العجينه. خلاص، لان انا هعمل شويه بالشوكولاته وهعمل شويه بالفانيليا، فهاخد نص الكميه او زي ما احنا حابين بقى المقدار اللي احنا عايزينه. مثلا لو عايزين نعمل المقدار كله ماشي، عايزين نعمل نص الكميه ماشي، عايزينه كله فانيليا دي حاجه بتاعتنا احنا. خلاص انا هنزل بقى نص الكميه، وهكون محضره معلقتين كبار كاكاو خام اسباني. اهم حاجه يا جماعه يكون نوعيته كويسه ونظيفه، خلاص عشان ما يمررش معايا في البيتي فور. تمام، واهم حاجه برضو ان احنا ننخله، يعني ما ينفعش احطه كده لان بيبقى معاه تكتلات. لما هنزل في البيتي فور هيتكتل معايا ومش هيبقى كويس. فلما انخله بصي هخرج كل التكتلات اللي فيه. شايفين يعني كده لو حطينا كده الحاجه دي بتنزل معايا في ايه في العجينه. فاحسن حاجه ان احنا ننخل الحاجه بتاعتنا كويس قبل ايه، قبل ما نعجن بيها. تمام، هنزل بالباقي كده وابتدي بقى ايه انخله كويس قوي واخلطه بقى ايه مع بعض. اشوف بقى انتي بتخلطي مثلا وشفتي اللون لسه فاتح، عايزه مثلا تغمقي شويه، دي حاجه براحتك، بس ما تكتريش عشان ما يمررش معاكي العجينه. خلاص، يعني اول ما توصلي للدرجه اللي انتي حباها وقفي خلاص، ما تحطيش تاني. تمام، هيبقى عندي بالشكل ده، يبقى عندي شوكولاته وعندي فانيليا كده بالشكل ده. تمام كده. هوريكم بقى التب اللي هشتغل بيها، اللي هي دي، اللي هي السنون دي، او بتاعه اللي هي القمع بتاع بلح الشام دي. هشتغل بيها، دي اللي بتديني شكل الورده حلوه قوي بجد. دلوقتي برضو هوريكم الكيس بتاعي ده. كيس قماش بس من جوه، يعني مش قماش من جوه، بلاستيك من جوه، عشان العجينه تنزل معايا بسهوله وما تمسكش في القماش. تمام، حلو جدا يا جماعه بجد. مش استخدام مره واحده، بتغسليه وبترجعي تستخدميه مره واتنين وتلاته وبيعيش معاكي فتره طويله. المهم ان انت تجيبيه نوع كويس. خلاص، هبتدي بقى ان انا انزل معايا العجينه في الكيس بتاعي، وهبتدي اشكل ونشوف كده هيبقى عامل عندي ازاي، والعجينه هتبقى سهله معايا وانا بنزلها وبقطعها في الصاج بتاعي ولا لا، وهنشوف هتبقى عامله ازاي. تمام كده زي ما احنا شايفين بناخد حته حته، ما بملاش الكيس على الاخر، يعني بسيب فراغ فيه شويه عشان اقدر نتحكم فيه وما اكترش العجينه عشان ما تبقاش تقيله برضو على ايديكي. تمام، هبتدي بقى ان انا ادخل العجينه وافردها في الكيس كويس قوي، وهقسمها لنصين. تمام، يعني مش هضخ الكميه دي كلها مره واحده، لا مش هتنزل بصعوبه جدا. هبتدي ان انا افردها كده بالراحه واخرج اي هوا في الكيس بتاعي، وهبتدي اقسمها على جزئين، اخلي جزء لفوق والجزء التاني الصغير لتحت عشان ايه تنزل معايا بسهوله. تمام بالشكل ده. هبتدي بقى ايه نقطعها كده مع بعض. انا عندي حاطه ورقه زبده في الصاج بتاعي، لو حابه ان انتي ما تحطيش ورق زبده والصينيه بتاعتك عادي ما تحطيش، عادي براحتك، حاجه برضو ترجعلك، فدي ليكي حريه الاختيار فيها. تمام، هبتدي بقى اقطع. شايفين العجينه نازله بكل سهوله وجميله ازاي بجد، حلوه جدا، والرسمه بتاعتها جميله. شايفين بجد جميله قوي. كده خلصت عندي الصاج ما شاء الله. طبعا بكون مولعه الفرن بتاعي قبل ما ابتدي شغل في العجينه، يعني قبل ما اخلص شغل في العجينه بيكون خلص معايا وسخن وكويس قوي.
تمام. بسوي البيتفور على درجة حرارة كام؟ بسوي البيتفور على درجة حرارة 170. خلاص، يعني بياخد معايا من 10 ل 12 دقيقة. احنا بنفضل طبعا بنبص عليه كويس قوي، بنتابعه في الفرن، مش بنسيبه. وممكن يختلف فرن عن فرن، فانتي برضو على حسب درجة حرارة الفرن بتاعتك ما تسيبهوش. يعني وزعي كده الحرارة، لفي كل شوية الصاج في الفرن عشان الحرارة تبقى متوزعة على الصاج كله. تمام. وتتابعيه لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت كده، وهيبتدي برضو ياخد لون بسيط من فوق. تمام. ما بنولعش عليه الشوايه خالص. لو انت حابه مثلا ياخد لون ذهبي من فوق بتولعي عليه الشوايه، مش حابه يبقى خلاص. تمام. هنبتدي بقى نعمل برضو الجزء اللي هو بالشوكولاته عشان نخلص كل الكميه بتاعتنا مره واحده وندخلها الفرن تستوي. تمام كده. شايفين شكله جميل ازاي، والرسمه بتاعته جميله جدا، ويعني ما شاء الله. وماشي معانا العجينه، ماشيه معانا بكل سهوله بجد، وما خدتش حاجه خالص. في ثواني خلصت بقيه الكميه كلها، قطعت الكميه كلها زي ما احنا شايفين. واهم حاجه في البيتيفور اللي بالشوكولاته، بنقطع كام واحده بالفانيليا. ليه؟ عشان اعرف البيتيفور الشوكولاته استوى عندي ولا لسه. لان انا لو دخلت البيتيفور الشوكولاته لوحده هبقى محتاره يا ترى استوى يا ترى لا، وممكن يتحرق مني او يتحمر جامد من تحت ويبقى النتيجه مش كويسه. خلاص. فلما بحط الفانيليا بتبين معايا، مثلا بتعرفني هو استوى ولا لسه. تمام. فانت مثلا حطي واحده او اتنين مع الصاج الشوكولاته. دلوقتي انا طلعت بقى، ما شاء الله شايفين جميل جدا، والرسمه بتاعته لسه زي ما هي، ما يعني مسحش ولا اي حاجه. شايفين واخد لون ذهبي من تحت جميل جدا برضو، ما شاء الله. ولون ذهبي برضو من فوق بسيط، مش كتير بس هو حلو، ما شاء الله بجد جميل جدا. وعامل لي كميه ما شاء الله. خلاص. فالكيلو هيطلع معاكي كميه بجد جميله جدا. جميل بجد يا جماعه، واخد لون جميل قوي من تحت. شايفين؟ هنبتدي بقى نلزقه. شايفين كده هما اتنين على بعض وجمال جدا بجد، تحفة وناعم جدا، بس متماسك. ان هو مش مثلا بتمسكيه بيتكسر في ايديكي، لا ما شاء الله بجد جميل جدا. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا نزينه. هيكون عندي ايه بقى؟ انا عندي شوكولاتة مذابة. تمام. وعندي جوز هند، وعندي فورماسيل، وعندي سبرينكلز. انت بقى الحرية ليكي في موضوع التزيين زي ما قلت لك قبل كده، يعني فنني بقى براحتك. خلاص. عايزه تزيني باي حاجه، مكسرات، عايزه تزيني بشوكولاته، بس زي ما قلنا الحاجه دي بتاعتك انت، ترجع لك انت، وليكي مطلق الحريه فيها. يعني محدش بيقيدك بحاجه. وطبعا كل واحد ومقدرته. انت لو حابه تزيني مثلا بمكسرات سوداني، فستق، اي حاجه براحتك خالص. تمام. احنا هنزين بحاجه بسيطه جدا، وهتطلع برضو جميله جدا، وشكلها جميل جدا، وطعمها جميل جدا معانا. فانتي برضو يعني دي حرية ليكي. خلاص. هبتدي بقى ان انا احط شوية في المنتصف كده، وابتدي الزقها وانزلها بقى في الشوكولاتة، واحطها في اي حاجة تانية عندي، في اي حاجة موجودة. خلاص. بالشكل ده كده اصفي بس الشوكولاتة كويس قوي، وابتدي انزلها. شايفين يا جماعة؟ ما شاء الله والله حكاية بجد، مش قادرة اقول لكم كمان ريحته قلب الشقة كلها. بجد جميلة جدا بجد، هتعجبكم الوصفة. بتمنى تجربوها يا رب ان شاء الله، وتعجبكم وتجربوها. خلاص. هبتدي بقى اعمل برضو بالشوكولاتة كده، هوريكم شكلها لما نقفلها ونزينها تبقى عاملة ازاي. شكلها جميل جدا ما شاء الله. شايفين؟ هبتدي برضو انزلها كده، واحطها برضو في السبرينكلز، او مثلا في جوز الهند، اي حاجة. يعني زي ما قلت لك، الحاجة اللي تعجبك اعمليها. خلاص. هكمل انا بقى بقية الكمية وهوريها لكم تطلع عاملة ازاي عندي. يلا بينا. دلوقتي بقى انا خلصت الكمية كلها. شايفين طالع عامل ازاي؟ والله العظيم حكاية، احلى من اللي بتجيبيه من محلات 100 مرة، وانضف واضمن بجد. حاجة انت عاملاها في البيت. طبعا حاجة البيت يا جماعة بتبقى جميلة بجد، وبتطلع حكاية، وما شاء الله. يعني ما شاء الله بجد، يعني الطعم هيعجبك. خلاص. شايفين بقى؟ ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم. ممكن ان احنا نعمل بالشكل ده اللي هو نص شوكولاتة وخلاص وبنوقف. وفي برضو الشكل ده في التزيين، ان احنا بنشكل كده من الجناب، نحطها في الشوكولاته، مثلا نزينها باي حاجه تانية، جوز هند مثلا، فورماسيل، اي حاجه، او مكسرات، اي حاجه احنا عايزينها. خلاص. بتمنى يا رب كده الوصفه تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله مكملين مع بعض برضو باقي وصفات العيد، ونتقابل في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.